تعرف انه شفرة مورس يوميا تمر عليك؟ من تتابع فيلم اجنبي وتصير فد جريمة او حدث معين، او اوقف خل افهمك شنو شفرة مورس بعدين ارجع لك. شفرة مورس لغة قديمة للتواصل تعتمد على نقط وخطوط اخترعها سامويل مورس حتى يسهل عملية التواصل عن بعد باستخدام التليغراف. زين هو شنو التليغراف؟ التليغراف مو عبالك نفسه التليجرام، التليغراف جهاز اخترعه سامويل مورس، عبارة عن جهاز يربط بسلك كهربائي وتقدر ترسل بيه نبضات كهربائية وتستلم بيه كذلك. هاي النبضات الكهربائية لازم المستقبل يفتهمها. زين شلون نفهم هاي النبضات الكهربائية؟ هنا ولدت شفرة مورس اللي هي يترجمون الأحرف نقطة وشارحة، يعني من ترسل نبضة سريعة تصير نقطة، من تبقى دايس تعتبر شارحة. وهذا الجدول يمثل الأحرف الأبجدية شلون تتفسر على شفرة مورس. زين هسه نرجع لسؤالنا، شلون شفرة مورس تمر عليك يوميا؟ عالميا عمموا انه اشارة الطوارئ ونداء الاستغاثة هي SOS، اللي هي معناها بصراحة ما إلها أي معنى، بس اختاروها لأنها سهلة الإرسال بشفرة مورس. حاليا أغلب السيارات الحديثة والهواتف النقالة بيها زر يطلب الاستغاثة السريعة ويتصل مباشرة برقم الطوارئ العالمي 911. 911, what's your emergency? الحلو بالموضوع انه العراق اعتمد رقم 911 كرقم للطوارئ والاستغاثة السريعة، يعني انت صرت لما تتعرض لاي طارئ مهما كان، سرقة، ابتزاز، حريق، تحرش، اسعاف، مشاجرة، تعنيف اسري، شكوى، اي شيء مهما كان ببالك، اي مشكلة انت تواجهها كفرد بشري وكمواطن عراقي، تتصل بال 911. رقم الطوارئ الموحد هو طفرة تكنولوجية بالعراق. تخيل انه اكو دائرة كاملة بالوزارة بس لخدمتك، وبنفس الوقت اكو كادر كامل بس لمراقبة الطرق وتوجيه الفريق اللي متوجه عليك حتى يوصل إلك الدعم بأسرع ما يمكن. اللي كنت تسمعه بالأفلام صرت تسمعه ببلدك.